يا ابني يا حبيبي، ده كله تمثيل في التلفزيون مش حقيقي. انتوا ليه مش قادرين تفهموا؟ حضرتك يا بابا انت وماما، انتوا اللي مش قادرين تفهمونا. انتوا مش قادرين تفهموا ان في اهل ممكن يعملوا اي حاجه عشان يساعدوا اولادهم. نفسي نروح نعمل معاهم فيديو ونقعد معاهم 24 ساعه. سمسم الحق، فوفا ماتت. انتوا قتلتوا فوفا ليه؟ Welcome to my channel, Stories by Dida. Enjoy and subscribe. أنيسة الحقي بسرعة يا أنيسة، عائلة سمسم وجوجو أخيرا نزلوا فيديو جديد. إيه يا أنس، بجد وحشني جدا. دول بقالهم كتير جدا مختفيين. يلا يا عم افتح بس الأول وصلوا بالتلفزيون علشان نشوفوا أحلى. ودلوقتي يا جماعة احنا دلوقتي عارفين انكم قلقانين علينا بسبب غيابنا اللي احنا مش متعودين عليه، ولا انتوا كمان. الصراحة احنا غبنا عنكم شوية، وده بسبب ظروف نعرفها لكم اخر الفيديو. انتوا عارفين احنا ما نقدرش نخبي عليكم اي حاجة، بس النهاردة انا عامل مفاجأة لإيهاب، وجبت له حاجة كان نفسه فيها جدا. طبعا عربية، بس تعرفوا انا ليه موطي صوتي؟ علشان هو ما يسمعناش. ودلوقتي هنروح نفاجئ إيهاب بيها. يلا تعالوا معايا. يا إيهاب. نعم يا بابا. يلا يا إيهاب قوم علشان تنظف الجنينة. دلوقتي يا بابا أنا عايز أنام شوية. قوم بس يا إيهاب عشان أنا عايزك تنظف دلوقتي. حاضر يا بابا. الله، إيه المفاتيح اللي وقع منك دي يا إيهاب؟ لا يا بابا، أنا نزلت من غير مفاتيح أصلا. طب هاتهالي كده. اتفضل يا بابا. لا أنا مش هاخدها، دي بتاعتك. بص كده العربية دي ما لفتتش نظرك خالص؟ يا بابا، زي اللي أنا نفسي فيها بالظبط. دي بتاعت مين دي؟ دي بتاعتك. مبروك عليك يا هوبا، بجد يا بابا انت احلى اب في الدنيا. عربية يا ابن المحظوظة يا إيهاب. ما ينفعش افاجئ إيهاب وانسى قطتي الصغيرة فوفا. انا كمان عملت لها مفاجأة، جبت لها كوليكشن فساتين اميرات ديزني كلهم، سندريلا واريال وسنو وايت روبانزل وكله. وإن شاء الله هنقيسهم في الفيديو الجاي معاكم. وأكيد طبعا بعد ما هجيب لي فوفا وهوبا أكيد مش هنسى حبيبتي مراتي جوجو. بس دي هسيبها لكم مفاجأة. اللي عرف الهدية ممكن تكون ايه يكتبها لي في الكومنتات، واللي هيجاوب صح هنعزمه عندنا في قصرنا يقضي يوم كامل 24 ساعة معانا. والنهارده نكون خلصنا حلقتنا الجامدة. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والكومنت علشان يوصل لكم كل فيديو وكل حلقة بننزلها جديدة. باي. احنا لازم يعني سنعصر دماغنا ونكتب 1000 2000 3 كومنت بهدايا مختلفة للأمهات. احنا اكتر ناس بنحبهم في العالم ده كله، واكيد نفسنا نقضي معاهم 24 ساعة في قصرها من مياكي. أنا هكتب 1,000,000 تعليق وهعصر دماغي زي ما أنت قلت. طبعا هكتب في كومنتات بقى كل الهدايا اللي ممكن تخطر في بال إنسان من أول ما اتخلقنا كلنا. بس شفتي يا أنيسة، إيهاب المحظوظ بقى عنده عربية وعايشين إزاي؟ واللي فوفا يا أنس عندها كل الفساتين اللي أي بنت تتمناها، وأنا عندي فساتين تعبانة. أنا قاعدة كده ما عنديش إلا 3 4 فساتين كده وبس. أنا زهقت. أنا دلوقتي أروح أطلب من ماما عشان تجيب لي فساتين ديزني الجديدة. ماما استني، ما قلتلكيش أنا كمان هطلب من بابا يجيب لي عربية أنا كمان. هو أنا يعني أقل من إيهاب في إيه؟ بس يا أنس مش لدرجة يعني عربية. أفورش يا أنس. روحي انت اطلبي فستانك وسيبيني في حالي. ماما انا عايزة فستان جديد. حاضر
فستان واحد بس؟ أنوسة تحبي نجيب ألوان إيه؟ لا يا ماما أنا عايزة فساتين أميرات زي روبانزل. روبانزل؟ هو أنت عندك حفلة في المدرسة؟ أو طالبين أزياء تنكرية؟ لا يا ماما بليز أنا عايزة يا ماما بليز. طيب يا أنيسة يعني هتلبسيه فين؟ هو احنا يعني مش بنجيب حاجة نعرف نلبسها؟ أكيد يعني مش هتخرجي بيه. لا يا ماما أخرج بيه، إيه المشكلة؟ لا يا أنيسة ده احنا يعني لسه ما ينفعش نمشي يعني بيه في الشارع، ده ممكن يكون حفلات مدرسية، حفلة تنكرية كده يا أنيسة. خلاص يا ماما هلبسه في البلكونة. أنيسة انت مالك يا أنيسة؟ في ايه؟ هو انت اتفرجتي تاني على عائلة سمسم وجوجو؟ الله يخرب بيت القناة دي يا بنتي، مش كل حاجة تشوفيها تصدقيها، كل ده تمثيل. هما أصلا بياخدوها كده يأجروها من الناس ويطلعوها على الكاميرا وبعدها يرجعوها. لا يا ماما مش كل حاجة يا ماما، مش كل حاجة، هما أكيد معاهم فلوس كتير أوي اللي يخلوهم يعني يأجروا حاجة واحدة ويرجعوها تاني. أنيسة عشان الشهر يا أنيسة، علشان الشو يا حبيبتي والناس تتفرج. خلاص يا ماما أنا مش عايزة حاجة. لا بقى أنا عشان عارفة إنك مش هتجيبي اللي أنا عايزاه. ها بابا. نعم يا أنس. بابا أنا عايزة عربية. ومالك كده بتطلبها وأنت متردد؟ طبعا يا حبيبي أحلى عربية عشان أنس. عاوزها لونها إيه؟ إيه ده يا بابا بجد؟ هتشتري عربية كده بالسهولة دي؟ أيوة طبعا، وإيه المشكلة يا أنس؟ وأحلى عربية كمان. يلا بينا نروح على محل الألعاب اللي فاتح جديد واختار اللي أنت عاوزه. يا بابا محل ألعاب إيه يا بابا؟ تقصد محل عربيات؟ هو حضرتك يا بابا فكرتني عايز عربية لعبة؟ أيوة طبعا، أمال هتعوز يعني عربية حقيقية ولا إيه؟ أيوة يا بابا عربية حقيقية يا بابا، وسوقها بيب عن كده. بيب عن؟ أنس أنت عمرك يا أنس شفتني بقول بيب عن وأنا بسوق؟ أنس حبيبي أنت بتهرج، هو في حد في سنك ينفع يكون عنده عربية؟ أنس أنت عارف أصلا أنت محتاج كام سنة عشان تسوق عربية أو تطلع رخصة حتى؟ يا مفعوص أنت. مش مهم يا بابا، إيهاب لسه مطلعش رخصة وبابا جاب له عربية. يا دي إيهاب تاني يا أنس. يا أمل الغي الاشتراك في القناة دي بقى للعيال دي، أنا زهقت بقى. يا ابني يا حبيبي ده كله تمثيل في التلفزيون مش حقيقي، انتوا ليه مش قادرين تفهموا؟ حضرتك يا بابا انت وماما انتوا اللي مش قادرين تفهمونا، انتوا مش قادرين تفهموا ان في اهل ممكن يعملوا اي حاجة عشان يساعدوا اولادهم ويحققوا احلامهم. بقى كده يا انس يعني احنا دلوقتي وحشين ومش بنعمل حاجة عشانكم؟ ماشي يا انس. يا بابا مش قصدي. انس لو سمحت اتفضل دلوقتي من هنا. عزيت اوي، هو احنا ليه مش عايشين العيشة بتاعت ايهاب وففة دول؟ ايه رأيك نروح ونترجاهم يتبنونا ونعيش معاهم؟ يا ريت والله ويكون عندنا كل حاجة. المهم احنا دلوقتي محتاجين نجاوب على السؤال، نفسي نروح نعمل معاهم فيديو ونقعد معاهم 24 ساعة. انت عارفة يا أنيسة القناة اللي احنا عملناها من سنين دي ولسه ما كملتش 5 مشتركين، لو عملنا معاهم فيديو هنتنقل في حتة تانية خالص. انا بعت لهم 1200 رسالة كلها هدايا، ممكن حد يجيبها لمراته، بس يا رب واحدة فيهم تنفع ويكون صح. الفيديو نزل واسم الفايز هيجي اهو، يلا بقى نروح نشوف على الشاشة، واللي خمنوا الإجابة صح هما عائلة سوسو. مبروك عائلة سوسو، مبروك، مستنيامكم، باي. ما كسبناش يا أنس، ما كسبناش، احنا اصلا في بوس فقر بعد 1200 كومنت دول، ده اصبعي نمل وانا ايدي وقفت. بص كده. ايه يا بنتي بتبصي كده ليه؟ عيب يا أنس ده سمسم وجوجو كمان مش واخد بالك؟ سمسم مين يا بنتي؟ هو معقول هيجي هنا؟ دول عايشين في قصر، ايه اللي هيجيبهم هنا؟ اكيد حد شبههم. لا شكرا مش حد شبههم ولا حاجة. شفت قلت لك اسمع كلمة بعد كده، انا متأكدة. حتى بص كمان مين اللي جنبه، اهي جوجو مراته هي كمان، هيبقى في حد شبهها بالظبط هي كمان برضو؟ لا طبعا احنا المفروض نروح نسلم عليهم طبعا دلوقتي، دي فرصتنا. ازيكوا انا بجد مش مصدق ان انا واقف قدامكم، بجد هيغمى عليا. قرصيني يا أنيسة عشان اصدق اني شايف سمسم وجوجو اليوتيوبرز المفضلين لينا. أنيسة مش في اي حتة وخلاص، بيبص قبل ما تقرصي. لا مؤاخذة يا استاذ سمسم، لا مؤاخذة يا استاذة جوجو، احنا اسفين. انا اصلا مش بص عليك ولا مركزة معاك. بقولكوا ايه، فين فوفا وايهاب؟
في البيت يا حبيبتي، في البيت. طيب انتوا ليه جيتوا هنا بقى؟ يعني احنا كنا يعني بنحاول نستخبى من الناس اللي تعرفنا، عاوزين ناخد اجازة، بس لقيناكوا بقى في وشينا كده، هنعمل ايه؟ هو احنا ازعجناكوا ولا حاجة؟ ايه الاحراج ده؟ والله احنا اسفين جدا يا استاذ سمسم. ايه ده ايهاب جه اهو. ايهاب؟ ايه يا ايهاب اللي جابك هنا يا ايهاب؟ ايهاب ايه اللي جابك هنا يا ايهاب؟ هو مش انا قلتلك تقعد في البيت؟ ازيك يا هوبا؟ ايه ده؟ الحقوا سمسم وجوجو، سمسم وجوجو. يلا يا جماعة، يلا بينا نهرب بسرعة على البيت. اجري يا ايهاب، اجري يا سمسم. الحمد لله، الحمد لله وصلنا البيت اخيرا، الحمد لله. ايه ده انتوا ازاي جيتوا معانا؟ ايه ده انتوا ازاي جيتوا معانا؟ ما ينفعش يعني، معلش يعني ممكن تروحوا؟ احنا بس كان نفسنا نقضي معاكم يوم واحد بس، وحياة ربنا انا عديتهم 1200 كومنت، 1200 كومنت كتبتهم لكم، حتى شوفوا صباعي طلع في حبوب من كتر الكتابة. هي فين فوفا؟ هي فين فوفا؟ انا نفسي اشوفها، هي فين فوفا؟ نايمة يا حبيبتي، روحوا دلوقتي وهنبقى نكلمكم تيجوا تقضوا معانا يوم. انس احنا بنطرد صح؟ صح يا انيسة، يلا بقى نمشي. طب ثواني كده، انتوا هتكلمونا ازاي وانتوا مش معاكوا رقمنا؟ هات يا حبيبي رقمك، هات. كام بقى؟ اسف ما بديش رقمي لحد غريب. بهزر يا طنط. شربات يا حبيبي، شربات. دمك خفيف جدا، دمك يلطش. بقول لكم ايه، انتوا لازم تيجوا هنا تاني، انا هستناكوا بكره الصبح الساعه 6 بالظبط. ماشي، بس باباك قال لنا ان هو اللي هيتصل بينا. مالكش دعوه ببابا، تعالى انت الساعه 6 بالظبط. ماشي 6 حاضر، 6 بالظبط، 6 بالظبط. بس لو باباك طردني انا هزعل، ها؟ انا زعلي وحش، انا واختي انيسه، ها؟ تعالى وما تخافش، تعالى. انيسة، في حاجة غريبة يا انيسة، هو انت لاحظتي ان ايهاب شكله غريب جدا غير ما بيظهر في الفيديوهات خالص؟ في العادي بيكون شكله كده مبسوط وسعيد، انما في الحقيقه شكله مختلف. يا انس، انا كمان لاحظت الموضوع ده، بس تفتكر ليه؟ الموضوع فعلا غريب جدا. طيب هو انا عايزة اسأل بقى، هو احنا صح ان احنا نروح بكرة طيب ولا ايه؟ هو شكله كده مش قايل لبابا ان احنا جايين، وانا خايفة الصراحة الراجل يطردنا، شكله كده مش كيوت زي الفيديوهات خالص. انا عن نفسي هروح، تيجي ما تجيش خلاص. لا هاجي، ده انا راشقة. الحمد لله جيتوا في الميعاد اللي اتفقنا عليه، ودلوقتي انتوا المفروض تقضوا معايا 24 ساعة كاملين، بس من غير ما بابا وماما يعرفوا. ايه ده، وانتوا بتصوروا مقلب جديد ولا ايه؟ جماعة بطلوا هزار، ده مش مقلب، المرة دي بجد لازم كل حاجة تتشاف وتتعرف، والناس كلها تعرف الحقيقة وتشوف اللي ورا الكواليس. هو في ايه؟ وهي فين فوفا ومختفية ليه؟ هتعرفوا كل حاجة. تعالوا بس معايا وانا هخبيكوا في احسن مكان في البيت، هتقدروا تشوفوا كل حاجة بعينيكوا ومحدش هيشوفكوا. تعالوا معايا. ايهاب، يا ايهاب انت يا ولد، انت كل ده مش سامعني؟ صدقني يا بابا انا ما سمعتش اي حد بينادي عليا خالص. طيب نعم، انا هفتح الكاميرا دي دلوقتي وانت هتدوق الاكل اللي هحطه قدامك ده وتشكر فيه جدا وتقول انك هتاكله كل يوم من كتر حلاوته، مفهوم؟ حاضر يا بابا. ايه ده انت بتعمل ايه يا مجنون انت؟ انا بصور يا بابا، الاكل طعمه وحش جدا يا بابا، وكمان حر، ده بشع مش قادر اكمله. بطني بتوجعني يا بابا، مش قادر. لا هتاكله وهتخلصه كله، ده عقابا ليك، ولو اتبقى حته واحده هضربك، وكمان تمثل ان طعمه يجنن. انت عارف المطعم ده دفع لنا كام؟ والا انت عارف هعمل فيك ايه؟ مش هضربك، لا حاجه تانية، وانت عارف هي ايه؟ شايف فوفا اللي نايمه جوه على السرير دي؟ هخليك بقى زيها بالظبط. لا خلاص هاكله كله خالص. حاضر هاكله كله. هو انا في حلم ولا ايه اللي شايفه ده؟ وايه اللي لسه معايا ده؟ هو معقول انه يطلع كده؟ وهي مالها فوفا عملوا فيها ايه بالظبط؟ رايح فين؟ رايح ارجع، مش قادر. انت فين يا استاذه؟ خلصتي منتجة اخر فيديو ولا لسه؟ اهو والله فاضل ساعة واحدة بس. ساعة؟ ده احنا كده نتأخر على المتابعين وهيلغوا الاشتراكات. انت قاعدة ولا حاسة بأي حاجة؟ ما تعرفيش انا خدت وقت قد ايه علشان الم كل المشتركين دول، وتيجي انت تبوظي مجهودي ده كله في لحظة. وانت شايف اني مطبقة من امبارح،
وقاعدة على طول على اللابتوب عشان اخلص. اعمل ايه تاني؟ طيب عيني ما بقتش تفتح خلاص. والبنت اللي نايمة جوه دي دخلت لها اكل ولا لا؟ حاضر حالا هدخل لها اكل. ايهاب، هو ايه اللي حصل لفوفا؟ ليه حابسينها في الاوضه؟ انتوا ما تعرفوش اي حاجة. انا احكي لكم موضوع من البداية. احنا اصلا مش عيال الراجل ده. انا واختي فوفا كنا في دار ايتام، وهو جه هو والست دي والبنونة عشان يعملوا قناتهم بينا زي الالعاب كده. وكل اللي بتشوفوه ده مش حقيقي. حتى العربية اللي انتوا شفتوها في الفيديو اللي فات ما كانتش بتاعتي في الحقيقة، وباعها تاني يوم وخد فلوسها. وفي يوم الراجل ده اجبر فوفا انها تعمل نفسها بتنط من البلكونة علشان يصورها وتكون فكرة فيديو جديد. لكن وهي جنب سور البلكونة داخت وبقعت، وطبعا ساب من ايده التليفون واخدها وجري على مكان محدش يعرفنا فيه علشان محدش يوصل لنا ويعرف اي حاجة عنها. ودلوقتي حالتها خطيرة جدا ومش عارف ممكن يحصل فيها ايه تاني. ده حتى مش راضي يجيب لها دكتور يعالجها علشان محدش يعرف. احنا لازم نبلغ الشرطه. انت مستني ايه؟ اهلا وسهلا، بتعملوا ايه هنا؟ مين اصلا اللي دخلكوا هنا؟ سمسم الحق، فوفا ماتت. انتوا قتلتوا فوفا؟ قتلتوا فوفا ليه؟ قتلنا ايه؟ فوفة ايه بس اللي قتلناها؟ احنا اصلا ما شفناهاش. انت بتقول ايه يا عم انت؟ ايوه انتوا اللي قتلتوها. كنتوا بقى جايين عشان تقضوا معانا يوم، وبسبب غيرتكم منها علشان عندها كل حاجة وانتوا لا، رميتوها من البلكونة. حرام عليكم. ده الكلام اللي هقوله لكل الناس. ودلوقتي لو انتوا عايزين تعيشوا لازم تعترفوا ان انتوا اللي قتلتوها، والا مش هتخرجوا من هنا احياء ابدا. انا هفتح لايف دلوقتي حالا وتقولوا الكلام اللي انا قلته ده بالظبط، والا تتشاهدوا على روحكم. حاضر، ما احنا كده هنموت. احنا يا جماعه غلطنا غلطه كبيره جدا. ايوه وندمانين عليها جدا. احنا ما كناش عارفين ان كل ده هيحصل. احنا كنا بنلعب مع فوفا وفجأة وقعت من على البلكونه. احنا زقناها بس كنا بنلعب معاها، ما كانش قصدنا نموتها. احنا اسفين ليكوا كلكم. ماما بابا الحقوا، انيسة وانس هيخشوا السجن. ايه؟ ليه؟ ازاي؟ سجن ايه؟ انا لسه حالا شايفاهم في فيديو وهما بيعترفوا عن نفسهم بجريمة قتل. جريمة قتل ايه؟ هما مجانين؟ يلا بينا بسرعة على الاسم. هو ايه اللي احنا سمعنا في الفيديو ده؟ احنا لازم نتصل بالمحامي. للأسف لو جبتوا 50,000 محامي مش هيقدر يحل لكم المشكلة دي. دول هيتسجنوا كده يخشوا السجن عشان هم خلاص اعترفوا. اعترفتوا بايه؟ انتوا مجانين؟ هو انتوا تقدروا اصلا تموتوا صرصار عشان تموتوا انسان؟ حضرة الضابط، يا حضرة الضابط، انا معايا دليل ما تسجنهمش. انا معايا دليل براءتهم. انيسة وانس مظلومين. ازاي يا ايهاب يا حبيبي؟ هتثبت ده ازاي؟ انا كنت بصور كل حاجة بتحصل من ورا الراجل اللي اسمه سمسم ده، بس كنت دايما بخبي علشان ما يكشفنيش ويقتلني. ودلوقتي في فيديو ليه وهو بيصور فوفا، هو المجرم الحقيقي اللي قتل اختي. انا دلوقتي نزلت الفيديو، كل الناس اخيرا هتعرف الحقيقة. مبروك يا انس، مبروك يا انيس على البراءة، وشكرا ان انتوا ساعدتوني. يحيى العدل. ماما وحشتيني، شيلي قبح انا خايفة. ما تنزلي بقى يا انيسة وانا هفضل شايلاكي قبح طول حياتي. انتي بقيتي قد البغلة، انزلي. الحمد لله على السلامة يا اولاد. اتعلمنا ايه بقى من اللي حصل؟ ايه؟ انا ان مش كل حاجة نشوفها نصدقها. ايوه وانا كمان. وان مفيش حد حياته بيرفكتو. وانكم كمان بتحبونا جدا يا ماما. طبعا بنحبكم، طبعا. بس برضه ده ما يمنعش ان احنا هنجرب ايه يا ترى؟ المصاصة الجديدة؟ لا، الشبشب الجديد. يا لهوي يا ماما، هو حضرتك كل حلقة هتشتري شبشب جديد؟ اجري يا انيسة، اركضي لاجل حياتك.